مساء الخير حبايبي الحلوين. بلغتي يا بنتي وصدرك كبر وجاتلك الدورة الشهرية؟ يا اختي ألف بركة. طب بيجيلك مغص ووجع في صدرك؟ طب وكمية الدم كتيرة ولا قليلة؟ طب قوليلي بتجيلك الدورة كم مرة في الشهر؟ شعرك بيقع وعندك شعر زايد في وشك؟ طب بتأثر على حالتك النفسية؟ أكيد يا بنتي بيجيلك اكتئاب. طب إيه رأيك كملي معايا لآخر الحلقة وهخش عليكي بالتفاصيل. في برنامجنا هتكلم معاكي في كل حاجة تخصك، من أول ما تبلغي وتجيلك الدورة الشهرية لحد ما تتجوزي وتبقي أم، وكل الأسئلة اللي بتفكري فيها تلاقي إجابتها عندي. عايزاكي بس تتكلمي معايا من غير كسوف. أنا عملت البرنامج ده علشان أقولك عن النصيحة اللي تفيدك، بس الأول تابعيني وخشي على اللينك واعملي لي اللايك، وهكمل كلامي معاكم عن الدورة الشهرية عند الأنسات. لازم يا بنات تلاحظوا نفسكم كويس، وأي تغيير لازم تاخدي بالك منه لما تجيلك الدورة الشهرية. بصي بقى، الدورة بتيجي مرة واحدة كل شهر، يعني كل 28 يوم، وبتنزلك من غير نزيف. يعني بتغيري مثلا 3 مرات في اليوم، بيكون كمان معاها كده جاي شوية مغص بسيط. غير كده بقى يا بنتي يبقى عندك حاجة اسمها كسل في التبويض. في الحالة دي تروحي تتكلمي مع مامتك علشان توديكي للدكتور عشان يتابع معاكي ويعمل لك كمان كل الفحوصات اللازمة، علشان أنا بقى بصراحة لحد كده ومش هعرف أتدخل. أنا صحيح طورت من نفسي بس مش لدرجة يعني إن أنا أعمل تحاليل وفحوصات، واوعي تقولي إن أنا داية ومش فاهمة حاجة. طب ايه قولي، اللي هيفصل ما بيني وما بينك هو الدكتور اللي هتتابعي عنده. لو قالك كلام غير اللي انا قلته يبقى خلاص ما تتابعيش حلقاتي اللي جاي، وبإذن الله يا بنتي هتكوني بخير. يلا هنتظر رسايلكم على صفحة البرنامج وهرد عليكم على طول. وفي الختام يا رب تكوني بسلام. هتوحشوني يا حبايبي. للحلقة اللي جاية وبرنامجكم الداية.